the floor to the representative of Iraq. You have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. لقد استمعنا صباح هذا اليوم إلى بعض المتحدثين في المنصة حول الحالة في سوريا، لكن خرج بعضهم عن الموضوع الرئيس للجلسة من خلال ذكر دول أخرى ومنها بلدي العراق، وهي مسألة إجرائية يجب الوقوف عندها وعدم تكرارها مستقبلا. فقد أدلوا معلومات تدل على عدم مواكبتهم ومعرفتهم بما يجري من أحداث ومعلومات، وجهلهم بأن الحشد الشعبي مؤسسة حكومية وجزءا من القوات العراقية تعمل وفق قانون أقره مجلس النواب العراقي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. وللأسف فإن المتحدثين ربما يعيشون ضمن إعلام داعش بتبنيهم الأفكار المشوهة نفسها التي يروج لها داعش ضد الحشد الشعبي، كما اتهموا بعض الشخصيات والأطراف العراقية في الاشتراك في الحرب الدائرة في سوريا بشكل غير دقيق ودون أدلة. إن المقارنة بين برابرة العصر وقاطعي الرؤوس من داعش مع الحشد الشعبي الذي يقاتل ضمن القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي ضد أولئك الإرهابيين هو ترويج لأفكار داعش ومقاصده، كما إن البعض لا تروق له الانتصارات المتحققة في الموصل وقبلها في المدن الأخرى التي شهد لها القاصي والداني. إن الإشادة الدولية بالحشد الشعبي وعلى لسان كافة الهيئات الدولية سواء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أو رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي اعتبر أن الدور الذي تقوم به القوات العراقية تجربة إيجابية متميزة وفقا للقوانين الإنسانية. أما بشأن الحرب على الإرهاب المتنقل بين العراق وسوريا، فإن الضربات الجوية التي قامت بها القوات العراقية هي ضد تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية السورية، والتي تستغل التنقل بين البلدين، وجاءت بالتنسيق بين الحكومة العراقية والحكومة السورية لمقاتلة الإرهاب. وهذا الأمر لا بد أن يحظى بدعم الدول العالم وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الحرب على الإرهاب. شكرا جزيلا سيد الرئيس. I'm sorry, time is up.